أهلا وسهلا بالجميع بهالفيديو الجديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وأنتوا عم تشوفوا وصفة اليوم. رح نعمل اليوم كيك صحي ولذيذ بدون سكر وبدون خلاط، مكونات صحية. يلا نشوف الوصفة سوا. بالبداية عندي 3 حبات من الموز، 3 حبات متوسطة. موز بيكون مستوي. رح أهرسه بالهراسة لحتى يصير عندي قوامه كتير طري وناعم. الأفضل يكون حبات الموز مستوية مايلة القشور للون الأسود لحتى ناخد حلاوة وطعمة قوية للموز. إذا كانت هالأداة مو متوفرة عندكم ممكن تستعملوا الشوكة. وهيك انهرس عندي الموز وصار بهذا الشكل. رح نضيف عليه رشة ملح وظرف من الفانيلا وملعقة صغيرة مليانة من القرفة، وراح أخلط كتير منيح لحتى يختلطوا عندي المكونات. وراح أضيف حبتين من البيض. البيض يكون بحرارة الغرفة، وراح أخلط كتير منيح لحتى البيض والموز يمجز منيح مع بعض. وراح أضيف فوقه نصف كوب من دبس التمر. إذا حبيتوا كمان تستعملوا دبس العنب أكيد ممكن. وراح أخلط كمان منيح لحتى كل الخليط يمتزج منيح مع بعض. عندي هون كمان كوب من الشوفان الناعم وكوب من الدقيق، ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر وملعقة شاي صغيرة من البيكنج صودا. هون عندي نصف كوب من الحليب أو 100 ملي من الحليب، سخنته شوي بالميكروويف لمدة دقيقة وكملتهم كملت الكوب زبدة. حطيت الزبدة لحتى صارت كمان عندي 100 مل. راح أخلط حتى تدوب عندي الزبدة. بما أني أنا سخنت الحليب راح تدوب على حرارة الحليب. وهون عندي ربع كوب من الجوز المطحون. راح أخلط كتير منيح المكونات الجافة مع بعض. وراح أضيف فوقهم خليط الحليب والزبدة، وراح أخلط كتير منيح بالمضرب اليدوي. وهيك بصير عندي قوام الخليط، قوام الخليط وسط، لا كتير تقيل ولا خفيف، قوامه كتير ناعم وحلو. ممكن تضيفوا شوي أو ربع كوب من الفرماسيل، طبعا هذا الشيء اختياري ممكن تستغنوا عنه. وراح أخلط كتير منيح. عندي هون قالب مستطيل بطنته بالزبدة والدقيق وصبيت الخليط بقالب الكيك. إذا حبيتوا كمان تحطوا ملعقتين كاكاو مع الخليط لحتى يصير لونه على شوكولا. وطرقت القالب طرقتين لحتى كل الهواء يطلع منه. وبزين الوش بشوي من الجوز المطحون وحبيبات الشوكولا لحتى يعطيني منظر كتير حلو للكيك. بحاول وزع حبيبات الشوكولا على السطح بشكل عشوائي. وهيك بيكون عندي القالب صار جاهز لحتى يفوت على فرن محمى على درجة حرارة 180. بحطه بصينية الفرن على الرف الوسط لحتى توزع عندي الحرارة، وبختبر النضج بعد 45 دقيقة. هيك طلع عندي شوي رطب. رجعته ل5 دقايق، وبعد 5 دقايق طلع عندي العود ناشف. يعني أخذ تقريبا 50 دقيقة بالفرن، طبعا حسب كمان حرارة الفرن عندكم. وهيك صار عندي القالب جاهز. رح أتركه ليبرد وبعدين أقدمه وفرجيكن القلب من جوا. كيكة عن جد كتير لذيذة وصحية، مكوناتها كتير
مفيدة. الكيك كتير لذيذ وطري وطعمته عن جد كتير طيبة مميزة، بنصحكن تجربوه لأولادكن وأكيد رح يحبوه. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وبشوفكم بفيديو جديد.